السلام عليكم. مرحبا بكم كاملين في كلمة لقلبك. اليوم بغينا نهضروا على واحد الإحساس كيجي بزاف ديال المرات، إحساس ديال أننا كنحاولوا كنصبروا كندعيو، ولكن كنفيقوا ونلقاو راسنا في نفس البلاصة متبدل والو. كاينين ايام كنقولوا فيها واش راه مجهودنا ما كافيش، واش طريق غلط، واش الله سبحانه وتعالى ما سمعناش. وهاد الاسئله طبيعيه وما كتدلش على ضعف الايمان ولا على قله الصبر، كتدل غير على اننا بشر وقلوبنا كتتعب حتى هي. خصنا نعرفوا واحد الحاجه مهمه، ماشي كل تأخير رفض، وماشي كل صمت نسيان. بعض المرات إلا ما تبدل والو في حياتنا دابا، راه الله سبحانه وتعالى كيبني فينا شي حاجة ما كتبانش للعين، كيبني الصبر، الثبات، القوة الداخلية وحتى النية الصادقة. والحاجة اللي كتبان لينا واقفة راه في الحقيقة كتنضج في الداخل. في هاد المرحلة ما خصناش نضغطوا على راسنا بزاف، خاصنا نخليو الحلم حي ولكن بلا استعجال. نديرو اللي علينا اليوم ولو خطوة صغيرة، ونثيقوا ان التغيير كيجي في الوقت المناسب، ماشي في الوقت اللي بغينا حنا. حتى الا ما تبدل والو دابا، راه كونك ما وقفتيش هذا راه تقدم. إلا وصلتنا هاد الكلمة اليوم راه ما جاتش صدفة، يمكن غير باش نقولوا لراسنا راه حنا في الطريق حتى إلا كان بطيء. نخليو قلوبنا حية ونخليو الأمل حاضر، وراه اللي جاي بإذن الله تعالى أحسن من داكشي اللي كنتوقعوه. شكرا لكم من القلب على الاستماع. إلا حسيتوا بهذا الكلام، مرحبا بكم في قناة كلمة لقلبك، ونتلاقاو في فيديو جديد نهار الثلاث إن شاء الله.